السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هقول لكم على وصفة الكوكيز بكل سهولة. بصوا شكله تحفة ازاي. حاجة كده شبه البسكوت او البيتيفور بس بشكل مختلف شوية في الطعم والشكل. كمان خفيف، هيعجبكم قوي وهيعجب الولاد. تعالوا نشوف كده المقادير، وبرده هكتبها في الديسكريبشن بوكس عشان لو حد حب ان هو يحفظها. دي كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، حطينا عليها كوباية من السكر، ده كان سكر باودر، وممكن ان انا احط سكر عادي مش هتفرق خالص. وبعد كده هستخدم مضرب البيض علشان اخفقهم مع بعض. لازم نضربهم كويس جدا بالمضرب بالشكل ده. وبعد كده هبدأ ان انا اضيف بيضة بدرجة حرارة الغرفة، اهم حاجة ما تكونش ساقعة. وده برضو من عوامل نجاح اي حاجة فيها بيض زي الكيكة الكوكيز الحاجات دي، لازم يكون البيض مش ساقع. وكمان حطيت رشة فانيليا. وكمان هقلب بقى كويس قوي بالمضرب لحد ما القوام يوصل معايا بالشكل ده. كده زي الفل، كده انا مش هحتاج خلاص المضرب تاني. هنجيب بقى في طبق تاني نعاير الكمية بتاعت الدقيق بتاعتنا. كوبايتين من الدقيق وعليهم رشة ملح، وكمان عليهم معلقة من البيكنج باودر أو معلقة من البيكنج صودا أو كربونات الصوديوم. لو مش عندنا بيكنج باودر، أنا حطيت معلقة من البيكنج باودر بتاع بيك شيف وقلبت كويس قوي. هنا بقى يعني في الخطوة دي لو حابة تعملي الكوكيز كلها كاكاو أو شوكولاتة، هتضيفي كمان معلقة صغيرة من الكاكاو الخام وتقلبي كويس بعد طبعا ما هنحط كل المكونات على بعضها. لو مش حابة يبقى مش هتحطي كاكاو، انا هنا بحط الفانيليا، يعني ما بحطش الكاكاو في الاول. بقلب كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين لحد ما يتكون لي عجينة. وبعد كده بسيب حبة صغيرين بعملهم يعني بالكاكاو في الاخر، بيبقى بقى شوية فانيليا وشوية كاكاو. هنقلب بقى طبعا الخليط، هنحط الدقيق وبالملح والبيكنج باودر، ولو حابة كاكاو زي ما قلتلك هتضيفي كل الحاجات الجافة دي على السكر وعلى زبدة اللي احنا ضربناهم بالمضرب. وهتقلبي بالسباتيولا. هتلاقي العجينة هتلم معاكي بمنتهى السرعة، وهتبقى سهلة جدا بسباتيولا حتى من غير ايديكي، من غير مضرب، من غير اي حاجة. الموضوع سهل زي ما انت شايفة لحد ما توصل معاكي بالشكل ده. هتجيبي بقى الصاجة بتاعة الفرن أو الصواني بتاعتك بمعلقتين كده زي ما انت شايفة بكل بساطة وبكل نظافة. هتحطيهم كده، طبعا هتبقى يعني شوية حاسة ان شكلها غريب ومعوقة، بس هي هتفرش في الفرن وهتاخد شكل البسكوتة وهيبقى شكلها مدور، ما تقلقيش خالص. حطي بقى شوكليت شيبس كده على الوش زي ما انت شايفة. انا على فكرة بجيبها من عند العطار، بتقعد معايا حبة حلوين وما بتخلصش بسرعة، لأن طبعا هي بتبقى بنستخدمها في وصفات الحلويات بس على وش الكوكيز أو كيكة اللي هي بالشوكولاتة والحاجات دي. فهتلاقيها حلوة، أهم حاجة يبقى العطار نضيف، مش مكلفة قوي، وبتدي برضو شكل وطعم حلو للأكل. كده خلاص احنا شكلنا كل الكوكيز بتاعنا. طبعا دي ما كانتش الكمية كلها، أنا عايزة أقول لكم شكلت الصاج ده بتاع الفرن، وكمان الصينية الألمونيا دي أكبر حجم. وكمان اتبقى شوية من العجينة حطيت عليها معلقة من الكاكاو الخام وخليتها كوكيز بالشوكولاتة أو الكاكاو. وشكلتها في صينية تانية حجم متوسط. فعلى فكرة هو الكوبايتين عملوا كمية حلوة. هتشوفي في الآخر، بصوا هي يعني العلبة دي وكان في كام واحدة طبعا ولاد كلوهم بعد ما طلع من الفرن. فكمية مش العلبة دي غويطة، كمية مش قليلة. حلوة قوي. بصوا شكله التسوية بتاعته جميلة. عايزة بس أقول لكم على تركية مهمة. طبعا أنا بعد ما شكلته بيدخل على فرن سخن 180 درجة، أنا بحطه في الرف اللي في النص، ما بيقعدش كتير خالص في الفرن، يعني بيقعد تقريبا معايا حوالي 10 دقايق. بمجرد ما تحركي كده الصينية وتلاقيه بيتحرك معاكي، خلاص تعرفي ان هو استوى. وعلى فكرة مش هتلاقيه نشف جوه الفرن، هتلاقيه لسه طري. انت هتطلعيه بعد مرور الوقت اللي انت خلاص شفتيه فيه انه استوى. مش هيلزق معاكي خالص ان شاء الله، لانه اصلا في زبدة. فالزبدة كمان خلي بالك مش هتخليه ناشف او مقرمش، هو هيبقى اصلا طري شوية. بمجرد ما بتطلعيه بس من الفرن وبتسيبيه كده على المطبخ أو على البوتاجاز بيتعرض للهواء الخارجي، هيمسك نفسه ويبرد وهينشف كده شوية معاكي، هتلاقيه بقى خلاص بقى تمام. الولاد هيحبوه جدا إن شاء الله. أهم حاجة تحفظيه في علبة تبقى محكمة الغلق عشان ما يتراش قوي من الهواء أو يجراله حاجة. هيقعد معاكي لحد أسبوع. جربي الوصفة إن شاء الله تعجبك.